السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم قناة طبخ أسهل مع أم يونس، ومرحبا بالمشتركين الجدد، ونقول لكم شرفتوا القناة تاعي. اليوم يا الزينات واش جبت لكم المقلوب التونسي. كنت كليته فتبسة وعجبني بزاف، قلت لازم نشارككم الوصفة ونجيب لكم أدق التفاصيل باش تنجحوا في هذه الوصفة. واش درنا في هذه الوصفة؟ قبل ما نبداو ما نساوش نصلوا على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والتسليم. درت كاس حليب دافي، ودرت معلقه مغرفه يعني تاع الخميره تاع الخبز، ومغرفه تاع السكر، وزوج ملاعق كبار تاع الزيت. نخلط المكونات ونروح نضيفوا الفارينه يعني شيئا فشيئا، ونضيفوا معاها الملح. هنا العجين ما تخلوه طري بزاف، ما تخلوه يابس بزاف، يكون متوسط. شوفوا بعد ما طميتو درتو في العجان وعجنتو مده 5 دقائق. نديرو في اناء شويه زيت ونخلوه يخمر جانبا. انا نروحوا لهنا حضرت شليطه كيما نقولوا حنا شليطه، ولا لحميس، ولا كل واحد كيفاش يسميه. درت حبه فلفل احمر وحبه فلفل اخضر وحبه طوماطيش وسنيناتهم، يعني قطعتهم هكا شويه مربعات ودرتهم في الاشواخ تاعي. هنا ما نرحيش حتى يولي ما شغل ندورو برك شويه قسما كونكاسيه برك، هذا ما كان. ونضيفوا له شويه ملح وشويه فلفل اسود والزيت زيتون. واحد البنات في هذه الشليطه ما عندي ما نقول لكم فيها، اللون تاعها بزاف يعني يهضر عليها. قليت البطاطا وقليت الكبده تاعي تاع الدجاج مع القلوبه هذوك تاع الدجاج، غير في شويه زيت سخنتها مليح، ورميت الكبده تاعي نقليها مليح على نار هادئه. ما نديرلهاش الملح باش ما تطلقش الماء تاعها، انا حابه نقليها ماشي نغليها. كي نشوفها تحمرت لي باش نروح نضيف الملح تاعي. هنا العجينه شوفوا قطعتها دويرات، وهاد الكميه تاع العجين راح دير لكم بزاف يا البنات، دير لكم واقيل 5 إلى 6 كويرات، يعني كاس يخرج لكم بما فيه الكفايه. درت شويه هريسه، شويه الحميص اللي حضرته، الجبن، شويه بطاطا، وشويه شلاضه مع جبن المبشور، وهذيك الكبده نغلقوا عليها. هنا شوفوا طيبتها شغل نصف طياب العجينه تاعي، ومن بعد نروحوا نحمروها في المقله وتعطيكم واحد النتيجه، واحد البنه، واحد الروعه. صدقوني ما عندي ما نقول فيها، صدقوني الوصفات اللي نجيبه لكم راني نجرب فيهم وياكلوا منهم العائله تاعي ويعجبوهم باش نحط لكم الوصفه. يعني اي وصفه تضمنوا باللي راح تنجحوا فيها ان شاء الله باذن الله. ما قعد غير نقول لكم تهلاو في روحكم في فيديوهات مقبله ان شاء الله. سلام.